بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده فيديو جديد زي ما انا كنت وعداكم، قلت لكم هعمل لكم فيديو وبخصوص اللبن الرايب وانت بتحطيه في الحصيره. النهارده هعرفك على حاجه مهمه قوي هتنفعك ان شاء الله علشان تسرع معاكي عمليه ان الجبنه تتماسك في الحصيره وما تقعدش فتره طويله معاكي. طبعا انا عملت لكم الفيديو اللي فات موضح جدا طريقه الترويب ازاي في الصيف، وده برضو فيديو كمان يعني انا عاملاه لسه جديد، يعني لسه مصوره النهارده وخلصت، وحبيت ان انا امنتج في نفس اليوم علشان الناس اللي بتبقى مستعجله ان هي عايزه تعرف الطريقه صح، واللي لسه مبتدئين كمان يستفادوا كمان النهارده وانا شغاله معاكم كده ان شاء الله، لان هو يعتبر الفيديو تكرار، يعني مش يعني عاملاه كتير. ان شاء الله هرد على شويه من الاسئله بتاعتكم علشان تستفادوا وما تقعوش في غلطات زي ما بتقعوا فيها، او انتوا بتسالوني على حاجات بتقعوا فيها، فانا ان شاء الله هجاوب على اكبر عدد من الاسئله النهارده او على قد ما ربنا يقدرني. في البدايه زي ما انتم شايفين اللبن لسه جاي كده من اللبان او من الفلاحين جايبينهولي. انا حاطاه على طول، على يعني حبيت اعمل معاكم شويه، يعني مش الكميه كلها طبعا زي ما كنت بطلع لكم الاول. انتوا عارفين ان انا كده كده عامله مشروع، بس والله يا جماعه يعني هحاول بعد كده اخف شويه، لان طبعا احنا هنا زي ما انا قايله لكم احنا هنا كلاتنا عارفين بعضنا، والجيران طبعا او اللي هم بعد مني على طول بشارع او باتنين هم اللي بيجيبوا لي الحليب، فعلشان كده يعني اكيد بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي، واللبن مثلا يعني ممكن يحطوا في بالهم ان البهايم تتحسد او حاجه زي كده. ربنا يصلح الحال يا رب ويحسن كده ما بين ايديكم ويحمي المال لاصحابه. زي ما انتم شايفين انا خدت اللبن، هقول لكم الطريقه على السريع علشان اجاوب على شويه اسئله. انتوا شايفين اخدت اللبن حطيته ساعتين على الرخامه زي ما انتوا شفتوني كده، تخيرته كده في جنب، حطيته ساعتين على الرخامه، وبعد كده حطيته في التلاجة لحد الصبح. بعد كده طلعته يروب، هو بقى في التلاجة لحد الصبح ما كانش راب يا جماعه، طلعته علشان يروب. هي الطريقه بتاعتي ده ما بغيرهاش، يعني مهما اعمل ما بغيرش الطريقه، لان هي دي انجح طريقه، وانا مشروعي بقاله اكتر من 15 16 سنه هي نفس النتيجه ونفس ما شاء الله الكميه والانتاج معايا بسم الله ما شاء الله. طبعا لما بطلع اللبن من التلاجة الصبح بيكون لسه ما ربش، بطلعه عشان يروب. بيروب امتى؟ بيروب يوم اخر النهار، يعني يا في نفس اليوم اخر النهار او على بالليل او لتاني يوم الصبح. بعد كده طلعته زي ما انتم شايفين راب، وقمت حطيته في التلاجة ساعتين علشان افضل يعني اقدر اشيل الوش زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله متشال معايا رول وزي الفل بسم الله ما شاء الله. طبقه القشطه منفصله تماما عن اللبن الرايب اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الانتاج معايا كويس ليه؟ لان انا اللبن ما ربش معايا على طول، اللبن ده قعد مثلا عندي يومين. انما دلوقتي انت لو جبت اللبن لسه جايباه من البقال او من اللبان او من الفلاحين وسبتيه لحد الصبح هتلاقيه خاتم كده زي ما انت شايفاه، فمش هيلحق يطلع القشطه بتاعته، او يعني مش هتعرف تاخدي منه انتاج كويس. طبعا هنا في الحاله دي شلت القشطه، وعلى طول على الدور كده حالا هحط له الميه السخنه بتاعته، وبعدين بعد ما احط له الميه السخنه بتاعته يعني هغطيه نص ساعه على طول. بصوا شايفين البولات دي؟ يا سلام، بولات اللبن الرايبه، يعني تحس كده اللي هو ايس كريم بصراحه، حاجه عايزه يعني ما شاء الله تحط كده في طبق وتاكلي بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عملت لكم البولات دي بالكارنيه، طبعا اليوتيوب كله هيعملها فمش مشكله عادي اول مره تشوفوا الحاجات دي اهي عندي حصري. طبعا يا جماعه حطيت الميه السخنه اهي. طبعا اللبن لسه ساخن، لسه ساقع، يعني لسه طالع حالا من التلاجة، فانا يعني طبيعي بخلي الكاتل يا دوبك ان هو هيغلي. كميه اللبن هنا ما شاء الله تقريبا 7 كيلو لبن، يعني مش شويه صغيرين، فانا حاطه الكاتل يا دوبك هيغلي فشيلته قبل ما يغلي. بالعربي زي ما احنا بنقول كده الميه يا دوبك منمله كده. فخلاص هغطيه نص ساعه، وبعد كده هبدا احطه في الحصيره، وانتوا عارفين باقي الباقي بسم الله ما شاء الله. تعالوا نجاوب كده على شويه اسئله. اول سؤال كده حد بيقول لي بتشتروا الحصيره منين؟ احنا بنشتري الحصيره من السوق بتاع بلدنا، احنا عندنا سوق كده، سوق كبير بيتباع فيه كل حاجه، يعني من اول الطيور للحيوانات اللي هو البهايم، يعني اعزكم الله بقى، والحمير وكل حاجه لحد البقاله، بصوا لحد الخضار لحد الفاكهه، كل حاجه في السوق ده هون. فاحنا بنشتري منه الحصير والمناخل والقيسه لو تسمعوا عنها، او الحصيره اللي بتتفرش في الارض، كل حاجه بنشتري من السوق بتاع بلدنا ده.
ده كل حاجه فيه. فانت دايما اسالي على السوق اللي هو بيبيع الحاجات دي. يعني اكيد عندكم سوق مثلا في بلدكم او في بلد جنبكم سوق كبير، هتقدري ان انت تشتري منه الحصيره دلوقتي هتدخل لها في 100 جنيه. كمان واحده بتسالني بتقول لي هل في مكسب؟ اكيد طبعا في مكسب، يعني ما شاء الله ما شاء الله في مكسب كويس جدا، يعني في مكسب كويس جدا لست البيت ما شاء الله. لكن اهم حاجه اركز فيها اللبن يا جماعه يكون لبن دسم، ما يكونش لبن منزوع الدسم او متشال منه اي نسبه دسم نهائي، ما يكونش اي تاخد منه مثلا، يعني ما تكونش اتفرز قبل كده. يعني طبعا حكايه الفرز ديت منتشره في جميع الجمهوريه، مش عارفه ايه اللي حصل، قليل ما بيفرزش اللبن. وحتى الفلاحين اللي هم في البلاد اللي حوالينا، احنا في بلدنا لا، يعني بصراحه ما فيش عندنا فرازات، يعني قليل لو ما فيش اصلا فرازه، هو المعامل بس اللي في بلدنا. لكن البلاد اللي حوالينا دي اسمع ان هم كل بيت فيه فرازه، يعني في فرازه كده تفرز اللبن ويبيعوه. فاحنا بناخد اللبن يكون كامل الدسم، ودي اهم حاجه. زي ما انتم شايفين يا جماعه الوقت هقول لكم النقطه المهمه، ان انا علشان احط اللبن في الحصيره بعمله بمصفى زي ما انتم شايفين، بشيل بالمصفى علشان ما احطش كميه شرش كتير، او الميه بالشرش تفضل في الحصيره وتغيب معايا منها في الحصيره، على بال ما ارفعها تكون لسه فيها ميه، ومنها كمان تنشف معايا على طول في الحصيره. وانا بحط اللبن الرايب كده ما يفرش مني في الحصيره ويقعد يجري لو هو فيه الميه. خصوصا يا جماعه تعملوا العمليه ديت وتشيلوا اللبن الرايب بالمصفى، خصوصا لو اللبن مش ماسك قوي. يعني في لبن كده ساعات احيانا بيبقى مصلصل معاكي، ما بيبقاش كتل كده زي ما انت شايف، ده هينفعك قوي ان انت تشيلي بالمصفى وتحط في الحصيره على طول، دي مهمه جدا. طبعا هنا حطيت الرايب في الحصيره وحطيت شويه الملح وهعلق بقى على طول. طيب السؤال اللي بعد كده بتقول لي ينفع احط الجبنه القريش على الحصيره من غير ما اسخن لها ميه او احطها على البوتاجاز؟ هو ينفع طبعا، بس مش هتمسك معاك على طول يا جماعه. الميه السخنه مهمه في حاجه، يعني في حاله ان اللبن حتى مصلصل معاكي شويه بيخليه يتماسك وما بينزلش من الحصيره. اللبن ما بينزلش من الحصيره. وفي نفس الوقت انا قلت لكم قبل كده في كل فيديوهاتي الميه السخنه ما بتشيلش دسم من اللبن، وفي نفس الوقت بتخلي حته الجبنه متماسكه كده، تعرفي تشيلها من الحصيره. لان انا بيجيلي اسئله كتير قوي، احنا مش عارفين نشيل حته الجبنه من الحصيره، لان عاملين نفس الطريقه ولكن حته الجبنه سايبه. ليه؟ لانك انت ما حطيتلهاش شويه ميه زي ما كانت امنا تقول لنا زمان او امهاتنا، اللي هي حته الجبنه بتصمت كده، بتتصمت من الميه السخنه، بتتصمت كده، تعرفي تشتليها من الحصيره وتبقى ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت زي القشطه، يعني ما فيش اختلاف خالص. بالعكس انت هتقدري تشيليها وما تغيبش معاكي كمان في الحصيره. طيب هنا في سؤال بيقول لي هو ازاي بتعمل الجبنه من غير ما نغلي الحليب؟ يا جماعه لو غلينا الحليب للجبنه القريش، لو غلينا الحليب وسيبناه يروب علشان نعمله جبنه قريش، بيمرر اللبن الرايب بيمرر لو يكون مغلي، بيمرر. وطبعا احنا عارفين ان اصلا اللبن الرايب فيه بكتيريا نافعه، حتى لو انت ما غليتيش اللبن هتغلي اللبن هيمرر على طول وهترميه. القشطه هتمرر واللبن هيمرر وهترميه. زي ما انتم شايفين انا بوريكم يا جماعه ما شاء الله القشطه بلدي كده وزي الفل وتفتح النفس، وحته الجبنه ماسكه نفسها وكمان جميله قوي زي ما انتم شايفين. سؤال كمان بتقولي لو سمحت انا عامله مشروع بس مش عارفه اشتغل في الصيف، بالله عليك عرفيني. طبعا انا عامله الفيديو ده والفيديو اللي قبله ده موضح جدا الطريقه كامله وشامله للصيف يا جماعه. سؤال كمان انا عندي بقره بس اللبن بتاعها بارد، الجبنه بتروب بس صيصه واحطها على الحصيره بتنزل من الحصيره. طبعا اللبن البقري يا جماعه بيبقى ناعم قوي، بيبقى ناعم، له طريقه، له تكنيك تاني خالص. اللبن البقري المفروض ما تحطلوش ميه سخنه، تدفي الفرن تدفيه بس وتطفيه وتحط اللبن فيه شويه في حله ألمونيا او في طاجن. ده اهم حاجه في اللبن البقري لانه ناعم، لو حطيت له ميه هيبقى هو عباره عن ميه، لان هو بيبقى ناعم جدا وبينزل من الحصيره. اصلا اللبن البقري بيبقى خفيف، فالقشطه بتاعته خفيفه واللبن الرايب بتاعه خفيف. طبعا حد بيقول لي اللبن يتضاف عليه خل ولا يروب من غير حاجه؟ لا طبعا اللبن بيروب من غير خل ومن غير خل ومن غير منفعه، طالما ان هو لبن للجبنه القريش. هتحط خل مش هيستفاد منه اي حاجه، سيبك بقى من كل الطرق اللي هي فيها خل وفيها مش عارف لا، ده كله دي الطريقه الطبيعيه 100% اللي تقدري تكسبي منها، وفي نفس الوقت لو حتى لبيتك تاكلي حته جبنه حلوه. لحد هنا طبعا يعني حطوا لي لايك بقى، مش هينفع كده، ارفعوا لي الفيديو بلايك يا جماعه، واكتبوا لي كومنت حلو من عندكم، وشجعوني برضو وقولوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين. كل حد يقول لي انتوا بتتابعوني منين.
انا بحط لكم فيديوهات باستمرار اهو، ان شاء الله هعمل لكم اسئله على طول، هجاوبكم على كل الاسئله سواء في الكومنتات او هعمل لكم فيديوهات شكل كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.